بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في عالم فطوم أحلى. اليوم إن شاء الله حسوي معاكم صينية بطاطس بالدجاج وحنشوف الطريقة. أول شيء جبت دجاجة كاملة قطعتها إلى نصفين، نقعتها في الطحينة زنجبيل وليمون. بعد كذا غسلتها، وهنا بدأت أسوي الخلطة عبارة عن لبن زبادي، صلصة الصويا، دبس الرمان، بهارات مشكلة، كاري، كزبرة، حطيت شوية قرفة، حطيت فلفل أسود، كمون، بابريكا، شوية عسل، يعني تقريبا نص ملعقة صغيرة. وهذه صلصة تتبيلة خاصة بالدجاج، ملح، شوية خل، حطيت كاتشب. وهنا عندي علبة خاصة اللي هو الثومية، حطيتها عليها تقريبا ملعقتين، وشوية زيت زيتون، وأخلطهم مع بعض. تتبيلة رائعة جدا للدجاج. هنا بدأت أشرح الدجاج، قطع يعني تشريحات عشان يدخل فيه البهارات داخلية. طبعا ما نزلت عليه الجلد، خليت الدجاج بجلدها عشان تتشوح. وحبدأ أخلطها في الخليط. شايفين من جميع النواحي، ما بين كمان اللحم والجلد الفتحات عشان تستوي من الداخل. وتقدري تحطيها في الخليط ده في الثلاجة من 2 إلى 3 ساعات، وبعدين تخرجيها في وقت استخدامها. بطاطس قشرتها وقطعتها إلى حلقات. البصل قطعتها إلى شرائح. فلفل رومي، لا تنسوني من اللايك، انزلوا تحت اضغطوا، اشتركوا في قناتي، شيروا، ابغى تعليقاتكم الحلوة. يلا مين اللي حط اللايك؟ اسعدوني بلايكاتكم يا حلوين. جبت الصينية، حطيت البطاطس فردتها كلها، حطيت هنا البصل، والفلفل الرومي. بعد كذا حطيت قطعة دجاج من فوق، شوفوا كيف مغمورة بالخليط. بقية الخليط ما ينكب، طبعا ينصب من فوق علشان تتبهر البطاطس والبصل. وأرش على الدجاج شوية من الزيت الزيتون، وأغلفها
القصدير وعلى الفرن على طول. هنا سويت مكرونة وجبت الصلصة الجاهزة بعد ما سلقتها، حطيتها عليها، بهرتها شوية ببهارات مشكلة وكاري، شطة حمراء حارة، شوية زيت زيتون، ملح، وأحلى مكرونة. وهذه الصينية خرجتها من الفرن، تشوف كيف الدجاج ما شاء الله مستوي متكمل. هذه مكرونتنا. حطيت قطعة من الدجاج وهي بطاطس، مكرونة، مسوية سلطة خضراء متنوعة. هذا صحننا متكامل. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.